ثم بدأت دراسة رسمية حول الذكاء الاصطناعي في عام 956 وبدأ استخدامه على نطاق واسع في مجال التعليم منذ عام 2010 وما زال مستمرا إلى ويعتبر ChatGPT من أدوات الذكاء الاصطناعي حيث تكنولوجيا حديثة يستخدمها الطلاب للوصول على إجابات مفهومة وسريعة. ثم من سبب اختار هذه العنوان شاشة قبل هذا. من سبب نختار هذه العنوان، أولا مواكبة تطور التكنولوجيا. أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من أدوات التعليم الحديثة ويستعمل بشكل متزايد في اللغات. وثانياً أهمية تصورات الطلاب. فهم آراء الطلاب يساعد على تقييم فعال في استعمال التعلم نحو عربي وتعزيز ثقة المتعلم. ثم وأخيرا كلا دراسة سابقة لا توجد دراسة كافية في استخدام الذكاء الاصطناعي في قواعد اللغة العربية مما يجعل هذا بحث مساهمة علمية جديدة. ثم يهدف هذه البحث أولا لتقييم مدى استخدام الطلاب لتطبيق ChatGPT وأثره في تعلم قواعد اللغة العربية. تحليل تصورات الطلاب حول فائدة ChatGPT في تبسيط مفاهيم قواعد اللغة العربية ومقارنته بأساليب التعلم الأخرى. وأخيرا استكشاف التحديات التي يواجهها الطلاب أثناء استخدام ChatGPT واقتراحهم لتحسينه. ثم المشكلة البحث. أولا زيادة استخدام ChatGPT في المجال الأكاديمي، لكن لا يعرف مدى فاعليته في تعلم قواعد اللغة العربية، بمعنى لا توجد دراسة تؤكد بشكل قاطع إما إذا كان هذا الاستخدام يساعد الطلاب تحديدا في إتقان علم النحو أم لا. ثانيا لا يعرف مدى تأثير ChatGPT على ثقة الطلاب وتفاعلهم في تعلم النحو العربي، بمعنى نحن لم نتأكد أما إذا كان هذه الأداة ChatGPT قادرة على تعزيز حماس الطلاب لطرح الأسئلة والإجابة والمناقشة أثناء تعلم النحو العربي. وثانيا لم يتم التحقق من وعي الطلاب ومستوى استخدامهم الفعلي لهذه الأداة في دراسة القواعد. نحن لا نعلم أما إذا كان الطلاب يدركون الإمكانات الحقيقية لهذه الأداة في مساعدتهم في فهم النحو، فربما الطلاب يمكن معظمهم يستخدم ChatGPT في نسخ الإجابات فقط، ليس في فهم المفاهيم. ثم عن أسئلة البحث. هناك ثلاثة أسئلة. أولا إلى أي مدى يستخدم الطلاب ChatGPT لأغراض التعلم خاصة في القواعد اللغوية؟ بمعنى هل يستخدم الطلاب ChatGPT لفهم تركيب الجملة أو الإعراب أو
يكتفر استخدامهم لنقل الإجابة فقط. ثم ما مدى فعالية شروحات ChatGPT في تبسيط مفاهيم القواعد العربية؟ بمعنى هل الشرح في ChatGPT واضح أو سهل على الطلاب عن دراسة اللغة العربية، أو يساعد الطلاب على الفهم بشكل أفضل الذي عندما يقارن بين ChatGPT أو الكتاب الدراسي أو غير ذلك. وثالثا، كيف يؤثر استخدام ChatGPT على تفاعل الطلاب أثناء تعلم القواعد؟ معنى تهدف هذه الدراسة إذا كانت هذه ChatGPT تحفز الطلاب على طرح المزيد من الأسئلة أو التمارين أو مناقشة عميق حول دراسة اللغة العربية. هذا فقط مني. ثم سنواصل إلى منهجية البحث. في هذه الدراسة استخدمنا منهجا كميا ونوعيين في جمع البيانات وتحليلها، وقد تم استخدام استبيان إلكتروني كأداة رئيسية لجمع البيانات، واحتوى على أسئلة عبر منصة يعني جوجل فورم، واحتوى على أسئلة مغلقة باستخدام المقياس، وبالإضافة إلى أسئلة مفتوحة لإعطاء المشاركين فرصة للتعبير عن آرائهم بحرية. ثم توزيع الاستبيان على الطلاب عبر الإنترنت من خلال تطبيق واتساب، وقد استغرق كل طالب حوالي 5 دقائق فقط لإكمال الاستبيان. ثم شارك في هذه الدراسة 30 من الجامعة الإسلامية العالمية، وهم من كلية مختلفة، ولكنهم يدرسون تخصصات ذات صلة بموضوع البحث. ثم أدوات البحث، يعني الأداة الرئيسية في هذه الدراسة هي استبيان منظم يتكون من 3 أقسام. أولاً يعني المعلومات الديموغرافية للمشاركين، ثم ثانياً مقياس ليكرت الخماسي لقياس فاعلية استخدام الذكاء الصناعي يعني ChatGPT في تعلم اللغة العربية، وأخيراً آراء الطلاب حول التحديات والتوصيات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذا فقط مني. طيب، ثم سنواصل إلى الدراسة السابقة. نحن نختار استخدام 3. أولاً يعني كيف يساعد ChatGPT في تعليم الحركات الإعرابية، دراسات حول الفاعلية وتحديات في السنة 2023. وهذه الدراسة استهدفت قياس فاعلية استخدام أداة ChatGPT في تعليم ظاهرة الإعراب الحركات الإعرابية في اللغة العربية، وأظهر نتائج أن الطلاب وجدوا الأداة مفيدة في تبسيط المفاهيم النحوية المعقدة. يعني بمعنى في اللغة الإنجليزية المفاهيم النحوية complex المعقدة، كما ساعدتهم في التفاعل مع النصوص وفهم القواعد من خلال محادثة الفورية وتصحيحها. بمعنى تركز هذه الدراسة التعليم حركات إعرابية باستخدام الأداة مثل ChatGPT.
وثانيا الدراسة عن دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، القواعد والمفردات للطلاب لغة الإنجليزية في عمان في السنة 2022. وهذه الدراسة، لكن هذه الدراسة في الطلاب لغة الإنجليزية في عمان، ولكن على الرغم هذه الدراسة ركزت على تعلم اللغة الإنجليزية، فإنها تقدم رؤية مهمة حول كيف يمكن لأدوات الاصطناعي أن تساهم في تعزيز التعليم، القواعد والمفردات لدى الطلاب. وفي هذه الدراسة أظهرت النتائج أن الطلاب استخدام الأدوات مثل ChatGPT وجرامرلي، وهذا للغة الإنجليزية. ثم الدراسة الثالث، نحن نستخدم الدراسة عن هل يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين كتابة، التغذية الراجعة في التعلم اللغة الثانية، وهذا في تعلم اللغة الثانية كما في تعلم اللغة العربية كاللغة الثانية. وهذا دراسة تناولت هذه الدراسة فعالية التغذية الراجعة، يعني في تعليقات الذكاء التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في تطوير المهارات الكتابة اللغوية لدى المتعلمين اللغة الثانية. وفي الخلاصة في الدراسة السابقة من هذه الدراسة نرى أن ChatGPT أثبتت فعاليته كوسيلة داعمة، ولكنه يحتاج إلى استخدام متوازن بجانب التدريس البشري. وأسأل المدرس. ثم ننتقل إلى عرض النتائج التي أسفرت عنها في دراستنا. أولاً من الجنس الذي يتكون من الذكور والإناث. عدد الذكور 6 طلاب والإناث 27 طالبة، بمعنى معظم منهم الإناث. يظهر هذا التوزيع تفاوتاً واضحاً بين الجنسين. ثم توزيع المشاركين حسب مجال دراستهم كالتالي. أول 7 شخصاً من المشاركين من مجال آداب اللغة العربية، و13 منهم من تعليم اللغة العربية، و11 من الدراسات الإسلامية أو دراسات الشريعة. شخص واحد منهم من الترجمة والتفسير، أي ترجمة من العربية إلى الملايوية أو من الملايوية إلى العربية. والاتصال باللغة العربية شخص واحد منهم، وليس لهم من التربية الإسلامية. بمعنى هنا نحن لا نتخصص في طلاب في مجموعة في جامعتنا فقط. ثم السؤال الأول، كم مرة تستخدم ChatGPT لأغراض أكاديمية؟ معظم منهم يجيب دائما وغالبا، يعني 14 منهم دائما وأيضا لغالبا، و5 منهم يجيب أحيانا. معناه لا توجد إجابة تشير إلى الاستخدام النادر أو عدم مطلقا، بمعنى معظم من المشاركين تستخدم دائما وغالبا لأغراض أكاديمية، سواء في أكاديمية اللغة العربية أو لغة أخرى. ثم هل استخدمت ChatGPT لتعلم قواعد اللغة العربية؟
mu'zamu minhum yajibu na'am ayu 27 syakhsan minhum wa arba'atu minhum yajibu la wa syakhsani yajibu rubbama. Bermakna mu'zamu minat tullab istakhdamat ChatGPT lita'allum qawaid lughah al-Arabiyyah. ثم ChatGPT تساعدني شروحات في فهم مفاهيم قواعد اللغة العربية المعقدة. يجب الطلاب وافق بشدة أي وهو 5 منهم وأوافق 19 شخصا منهم و8 منهم محايد وشخص واحد لا أوافق. عدم منهم يجب لا أوافق بشدة. بمعنى معظم من الطلاب أوافق بأن ChatGPT بأن شروحات في ChatGPT بسيطة ومنظمة التي سهل عليهم لفهم المفاهيم النحوية. ثم يصبح العمل على وعي اللغة العربية أكثر تشويقا عندما أستخدم ChatGPT كشريك دراسي. يجب الطلاب وافق بشدة وهو 6 منهم وأوافق 19 منهم و7 منهم محايد وشخص واحد لا أوافق وعدم منهم يجب لا أوافق بشدة. بمعنى معظم من الطلاب أوافق بأن تجد تعلم اللغة العربية أكثر متعة عندما تستعين بChatGPT في دراستهم. هذا فقط مني. ثم أشك أحيانا في صحة نصائح قواعد نحوية وأمثلة التي يقدمها ChatGPT. 15 شخصا يجب وافق بشدة و12 شخصا وافق بهذه السؤال و5 أشخاص محايد بهذه السؤال. ثم شخص واحد لا أوافق في هذه السؤال. ليس ada لذلك معظم من الطلاب وافق بشدة في هذه السؤال. ثم سؤال ثالث زاد من ثقتي في كتابة جمل عربية صحيحة نحويا استخدامي لChatGPT. 5 شخصا وافق بشدة في هذا السؤال. ثم معظم منهم وافق بهذه السؤال موافق ب 16 شخصا. ثم 9 شخصا محايد في هذه السؤال و3 شخصا محايد لا أوافق محايد في هذه السؤال. ثم 3 شخصا لا أوافق في هذه السؤال وعدم ليس منهم لا أوافق بشدة في هذه السؤال. بمعنى معظم منهم وافق. ChatGPT زاد ثقتهم في كتابة جمل عربية صحيحة نحويا في استخدام ChatGPT. ثم سؤال سابق أود أن أرى دمج ChatGPT في دروسنا لقواعد لغة عربية مثل اختبارات صفية أو واجبات منزلية.
9 شخصا وافق بشدة في هذه السؤال، ومعظم منهم يعني 15 شخصا وافق في هذه السؤال، ثم 5 شخصا مهايئ في هذه السؤال، ثم 4 شخصا لا أوافق في هذه السؤال، وليس منهم لا أوافق بشدة في هذه السؤال. بمعنى معظم منهم أوافق أنه نود أن أرى دمج ChatGPT في دروسهم كقواعد لغة عربية. ثم في السؤال الثامن أواجه مشكلات تقنية مثل البطء الاستجابة أو التنسيق عند استخدام ChatGPT في مهام قواعد لغة عربية. 6 شخصا منهم وافق بشدة في هذا السؤال، ثم معظم منهم يعني 15 شخصا وافق في هذا السؤال، وهي من و9 أشخاص مهيئ في هذا السؤال، و3 منهم لا أوافق في هذا السؤال، وليس من لا أوافق بشدة في هذا السؤال. بمعنى معظم منهم أوافق بأنهم واجهوا مشكلة تقنية في عند يستخدم GPT. السؤال التاسع: بشكل عام إلى أي مدى تشعر بالرضا عن جودة تجربتك التعليمية، ومدى تأثير دعم ChatGPT على تطوير فهمك ومعرفتك؟ معظم من الطلاب وافق في هذه السؤال، وعددهم يعني 18 شخصا. ثم سؤال العاشر: أي جانب من دعم ChatGPT وجدته الأكثر فائدة في تعلم قواعد اللغة العربية؟ يعني معظم من الطلاب يجيب تفسير بسيط لمفاهيم القواعد اللغوية. معظم من الطلاب، وعددهم يعني 24 شخصا. ثم طيب سؤال 11: مقارنة بين التعلم من المعلم أو مدرس والتعلم من ChatGPT، أيهما تفضل لتعلم موضوعات قواعد اللغة العربية؟ يعني معظم من الطلاب يجب التعلم من المعلم أو بالمدرس، وعددهم 27 شخصا. ثم السؤال 12: يعني ChatGPT هو، ومعظم من الطلاب يجب أفضل استخدامه مع أساليب أخرى لتعلم اللغة، وعددهم يعني 23 شخصا. طيب، ثم سنواصل إلى سؤال 13، يعني ما التحديات التي يواجهها الطلاب عندما ChatGPT في تعلم قواعد اللغة العربية؟ وهذا
وهذا الإجابة من الطلاب يقدموا ChatGPT غير صحيحة وشرحه غير واضح أو صعب الفهم، يخطئ في فهم السؤال أحيانا، لا يستخدم يعني أشياء بشكل صحيح، لا يفرق بين اللغة العربية الفصحى والحديثة، ولا يتوافق دائما مع منهاج الجامعة، والاعتماد على ChatGPT قطعا. بعض مميزات تحتاج إلى اشتراك مدفوع. صعوبة في كتاب الأسئلة في بروم الصحيحة. ثم ما الاقتراحات التي يقدمها الطلاب لتحسين تعلم قواعد اللغة العربية بمساعدة الذكاء الاصطناعي GPT. إذن التأكيد من صحة الإجابات بمراجعة المعلم أو الكتاب أو الكتب، مناسبة الكتاب والسؤال، يعني كتاب السؤال بمعنى بروم بوضوح كتاب التعليمات، الشرح غير واضح أو صعب الفهم، إرفاق الملفات أو النصوص لمساعدة ChatGPT، طلب مراجع عند شرح أمثلة من القرآن أو النصوص القديمة، إضافة تمارين تفاعلية وسطية، استخدام ChatGPT كأداة فقط ليس كلي في ChatGPT، والتعلم من الكتب والمصادر المعتمدة، استخدام ChatGPT للفهم. ثم كشف النتائج البحث. إقامة عن هدف هذا البحث. الهدف الأول استخدام آثار يستخدم معظم GPT بانتظارات تعليمية وتعلم أنه يروا أنهم يساعدهم في فهم قواعد معقدة ويجعل تعلم أكثر تفاعلا، كما عزز ثقتهم في كتابة جمل صحيحة. ثم الهدف الثاني آراء ومقارنة. يجد الطلاب أن مفاهيم وجانب أكثر فائدة في ChatGPT، ومع ذلك يفضلون التعلم مع معلم أكثر من ChatGPT. استخدام ChatGPT كأداة دائمة لا بديل عن المعلم. ثم الهدف الثالث التحديات ومقترحات. أبرزوا وجود أخطاء في إجابة، عدم استخدام حركات أو صعوبة في فهم أحيانا. ومقترحات لهذه التحديات: أولا مراجعة مع معلم أو كتب، ثم استخدام أمثلة من القرآن أو نصوص، وأخيرا تقديم التدريب إلى لتحسين الفهم. ثم الخلاصة، أظهرت هذه الدراسة ليس أداة ذكية، بل هو وسيلة مفيدة تساعد الطلاب في تعلم قواعد اللغة العربية بطريقة أسهل وأكثر تفاعلاً. وعلى الرغم من بعض المشاكل بطيء الاستجابة أو عدم دقة بعض الإجابات، إلى أن أغلب الطلاب شعروا بأن ChatGPT أداة تستحق أن تستخدم في التعليم. ونستطيع في الختام أن نقول ChatGPT ليس تكنولوجيا حديثة، بل أصبح أداة التعليمية فعالة، خصوصا في مجال قواعد النحو. ولكن من جهة أخرى ظهر من دقة وهذا. ثم أشعر بهذا القدر. شكرا جزيلا على استماعكم وشكرا.
Okay. Sekejap ya. Okay, so kita boleh submit tu sekejap ya. Saya akan stop dulu presentation recording ni. Okay. Lepas tu nanti saya akan start balik untuk next group. So saya akan record group by group ya.